النهارده بقى نعمل مع بعض حاجة كده بجد هتعجبكم جدا، صحية ومشبعة ومفيدة جدا. تعالوا بينا اوريكم عملتها ازاي، هتعجبكم جدا بجد. انا هنا جبت كوبايتين كده من الشوفان. انا جبت شوفان صحيح كده وهضربه في المطحن. انا محتاجة كوبايتين. انتي مش عايزة تضربيه يبقى هاتي من الاول بقى دقيق شوفان عادي. خلاص انا محتاجة كوبايتين من دقيق الشوفان. بس هركنه بقى على جنب كده بعد ما طحنته، وهجيب بقى بولة كده انزل فيها باتنين بيضة. الاتنين بيضة هحط عليهم رشة ملح كده ورشة فلفل اسود عشان طبعا زفرة البيض. وهنجيب بقى اي نوع جبنة بتحبيه. جبنة كريمي، جبنة فيتا، جبنة براميلي، اي نوع بقى عندك. احنا كنا عاملين الجبنة دي مع بعض، فانا هاخد منها 4 معالق كده مليانين. وانزل بيهم على البيض ونضرب بقى الكلام ده حلو قوي لغايه اما احس ان البيض اختفى كده. هضرب البيض مع الجبنه كده، اول ما يختفي هنزل بكوبايه لبن دافيه، يعني ما تبقاش ساقعه قوي ولا سخنه قوي، دافيه كده على البيض. خلاص. وبعدين دول كوبايتين شوفان اللي احنا كنا طحناهم مع بعض كده. ونقلب بقى، شايفين بقى كميه الحاجات اللي احنا حاطينها مفيده ومشبعه وما فيهاش اي حاجه تزود الوزن او تتخن. خلاص. هنزل بمعلقة صغيرة كده من البيكنج باودر ونقلب بقى الكلام ده حلو قوي. مع كوبايتين الشوفان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. اي حاجة بقى عندك في التلاجة عايزة تحطيها حطيها، عندك بسطرمة، عندك سوسيس، عندك انا هنا كان عندي جبنة رومي كده وزيتون. حطيت. اكنك بقى بتاكلي سندوتش بالشوفان، بجد طعمه تحفة، بس اصغر كمان من السندوتش، يعني حجم الكب كيك ده. بجد هتشبعك ومفيدة وصحية، وممكن تعمليها على فكرة في اللانش بوكس للأولاد. هتبقى تحفة بجد، طعمها رهيب. هنحط بقى على فكرة، لو مش عندك صواني كب كيك كده او مش عايز تعمليها في الكب كيك، ممكن تجيبي صينية تدهنيها حلوة قوي كده. وتنزلي بيها في كل الخليط اللي احنا عاملينه ده في صينية عادي جدا، مش لازم تعمليها في كب كيك كده ولا حاجة. خلاص. هنكون بقى ظابطين، احنا هنعملها معاملة الكيك. هنكون ظابطين الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد حوالي ربع ساعة، يعني من بعد ربع ساعة تشوفيها كده تحطي الخلة. طلعت معاكي نضيفة زي الكيكة تمام. خلاص يبقى هي استوت، هي خدت معايا بالظبط ربع ساعة. على درجة حرارة 200، ما فتحتش الشواية، عملتها معاملة الكيكة العادية خالص. بصوا بقى هنا. شلتها من الورقة بقى، مش قادرة اقول لكم. الواحدة دي بتشبع قد ايه، اكنك بتاكلي سندوتش كده. بصوا، في زيتون وجبنة رومي. وطبعا بقى حاطين كل الحاجات اللي انتوا شفتوها في الفيديو، كلها مغذية وصحية. وطعمها بجد خطير. وبس كده حبايبي.